شوف هذه. كاران اولا كالينتي من ألذ الوجبات الصيفيه اللي ممكن نحضروها، ما كتحتاجش مقادير كثيره. نقدموها هكا في خبز الساندويتش مع شويه ديال الكمون والهريسه وبصحه والراحه. غادي نحتاج هنا 4 كيسان ديال دقيق الحمص، غادي ندير معاه 2 لتر ديال الماء، كل كاس ديال دقيق الحمص معاه نصف لتر ديال الماء، 2 بيضات، نص كاس ديال زيت الزيتون، الملحه وشويه ديال الكمون. غادي نديروها في لاطه اللي كتدخل الفران ونطيبوها على عافيه مهيله لمده ديال 40 دقيقه، وكيكون واجد معنا وبصحه والراحه. وايلي زعما تصدق نجربوها كرانتيه كما كنسميوها حنا، واحد الاكله اللي صراحه المذاق ديالها واعر وعندنا معها بزاف ديال الذكريات في الطفوله. حنا هنا في المنطقه ديالنا كنسميوها كرانتيكا، وانتم شنو كتسميوها في المنطقه ديالكم؟ ما نكذبش عليكم، كنتخيل ان كرانتيكا تكون صعيبه في الاعداد، ولكن ملي شفت هذا الشيء هذا بان لي على انها سهله. فشنو بان لكم؟ غتصدق او لا؟ بدينا على بركه الله. غنجيبوا شي بانيو وغنجيب شي 4 كيسان ديال الدقيق ديال الحمص، اولا الحمص مطحون، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، وها اربعه. بسم الله على بركه الله. غنخويهم هنايا، نزيدوا هادو تا هما، وغادي نزيدوا شي لتر ديال الماء. بسم الله، حيت كما قالت لك كولا كيسان عندهم لتر ديال الماء. بان لي صراحه الماء بحال كثير، ولكن انا غنتبع المقادير كما قالت لهم، ونتمنى على الله انها تصدق. نزيدوا اللتر الثاني. فين غادي؟ فين هو غادي؟ الله يسلم، الله يحفظ. صراحه الماء بان لي بحال كثير بزاف، حتى الفيديو عندها ملي شفت بان لي الماء كثير بزاف. وكذلك عندنا 2 ديال البيضات، وعندنا كذلك على حسب ما قالت نص كاس ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، وواحد شويه ديال الكمون. وغادي نخلط هادشي هذا كامل حتى يتجانس. بسم الله، ريحه البصاره وحق الله. شعرها مطلوق طويل ومغلق، قلبي عليها محروق، اي بنتي بلدي. شوف اخوان، الشكل ديالها داير بحال البصاره حتى من ناحيه الشكل. حاول دابا داك الحمص كامل حاولت نفرتو بيديا، شي الكوارات تجمعوا بحال هذا هما. على ما كنظن واقيلا بركه من التخلاط. دابا ندوزو للطاوه. على بركه الله، عندي هنا الطاوه اللي غادي ندخل الفران وفيها داك الخليط. بسم الله، جاري داكشي. يا ربي داكشي يصدق مزيان. شي الحمص في الاخر بحال بقى بزاف لتحت. نحاول نخلط انا وسط الطاوه واحد شويه باش داك الحمص يتفرق، ما يبقاش مجموع جهه واحده. وهذا هو الشكل باش جات. فوالا على بركه الله غادي نحطها ندخلها للفران. الفران كما قالت هي نديرو على عافيه مهيله، غادي نخليها 40 دقيقه. اول المهم نبقى نطلع عليها مره ونشوف فين وصلت. انا درت هنا في درجه الحراره 150. تضرب لي داك الشيء تيبقبق وسط الفران. وقد عدنا، واخيرا طابت. عرفت شنو نقول لكم الخوت؟ والله تدوزات 3 ديال السوايع. شحال قالت لنا هي؟ قالت لك خليوها 40 دقيقه. عاوديها. عرفتي كنطلع عليها ونعاود نرجع. دازت 40 دقيقه طليت عليها، دازت ساعه طليت عليها، تلقاها مازال كتبقبق. على العموم دابا نشوف بعدا كيفاش جات في المذاق ديالها، واش كارانتيكا ولا ماشي كارانتيكا. كتبان لي وقيلا كثرنا فيها الماء. المهم نشوف واش قريبه ليها، واش هي ولا ماشي هي. بسم الله على بركه الله. فوالا الخوت، هذا هو الشكل باش جات. ما جاتش غليظه بزاف. ندوقوا بعدا على حسب الملحه واش هي هذيك، باش نشوف واش نزيد الملحه ولا لا. بسم الله، الملحه هي هذيك. غادي ندير غير واحد شويه ديال الكمون وواحد شويه ديال السودانيه. فوالا الخوت، هذا هو الشكل ديالها، جات بهذا الشكل هذا. هذا هو الاخوان القاع ديالها. بسم الله. ماشي كارانتيكا اللي موالف كناكلها في الزنقه، ماشي نفس المذاق. كاين شي حاجه زايده عندهم، شي حاجه مبدله عندهم. هي الوصفه نقدروا نعتبروها ناجحه بواحد النسبه متوسطه، ولكن ما يمكنش نعتبرها ناجحه 100%. ولهذا الاسباب اللي قلت كامل، على انها فيها الماء بزاف وعلى انها ما جاتش قريبه للوصفه 100%، ولكن في نفس الوقت جات بنينه وقريبه للوصفه الحقيقيه. غنعتبر على انها ناجحه، وغنعتبر على انها ما ناجحاش في نفس الوقت. وانتم شنو بان لكم انطلاقا من هذا الشيء اللي قلت لكم؟